تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. سبحان الله، أشهد أن ريحة ورد ما شاء الله، ورد على القبر، ومنتشر بفضل الله عز وجل عند رأسها وعند قدمها حتى الخارج. تعبوا هنا خذوا شم انت بروحك. كيف تشم؟ شو تشم؟ شو تقول ابو عمير؟ ريحة الورد موجودة. ريحة الورد ها في القبر كله. حسن شو تشوف؟ شوف خذ الطرف الثاني. كيف تشوف؟ وين ها؟ شم ريحة ورد حسن صح؟ ما شاء الله. عبد الرحمن؟ نعم. ريحة شنو؟ ورد. وهذه بفضل الله عز وجل يعني حسن خاتمة. هذا حسن خاتمة، ان الله عز وجل يحول من هذا التراب ويحول من هذا الصخر الصغير الى ريحة. هو مش ريحة، هو اصلا من روائحه انه اصلا يعني ما في ريحة، بالعكس ريحته غير جيدة يعني بالنسبة لابن آدم. لكن سبحان الله تحول هذا القبر بفضل يعني صلاح هذه المرأة، وكونها يعني كانت داعية للخير، معلمة تربية إسلامية بفضل الله عز وجل، وصالحة، وكانت على خلق عظيم. الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة جعل من قبرها ريحة مسك. احنا ما ندري صراحة، لكن الأخوة اللي زاروها بعد صلاة الجمعة، الأخ جزاه الله خير أبو عمير، ذكر لنا انه والله من دخلوا المقبرة أبو عمير شو صار بالضبط أخي من دخلتوا الظهر؟ والله ما شاء الله رحنا أنا ومشعل زوجها ايه وشمينا ريحة الورد يعني. فما شاء الله يعني اخوانها بعد سالم وسيف كلنا شمينا يعني، ومشعل بعد موجود وشم هالشيء يعني شافه يعني. مشعل سميت انت؟ ها؟ هل حطيتوا مشعل ورد؟ هل صبيتوها؟ ما حطيتوها. نسأل الله عز وجل ان يغفر له ويرحمه ويرزقها ان شاء الله الجنان وصحبة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وخديجة رضي الله عنها، وصحبة آسيا بنت مزاحم، وصحبة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وصحبة أمهات المؤمنين. وصلى الله على محمد. أحسنت يا